السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل اسرع واسهل صينيه بطاطس بدبابيس الفراخ. طبعا قطعنا البطاطس حلقان وشطفناها، وجبنا بصل، عملنا بصل جوانح كده وقطعناه وشطفناه طبعا. تمام. ومع فلفل رومي وفي فلفل الوان بقى، فلفل احمر، فلفل الوان، فلفل بلدي، فلفل حامي، شوفي بقى الحريه، لو بتحبيه سبايسي حطي فلفل حامي. تمام. وهديله كده ايه زي ما انتم شايفين كده ايه، احطها فوق الطاجن. هعمل طاجن سريع وسهل وفي نفس الوقت طعمه حلو وبيخلص في 5 دقايق. طب معلقه سمنه، العيال بتلعب تحت. ثوم مهروم ثوم مهروس كده، انزل شويه ثوم مهروس بتدينا نكهه حلوه. ملح وفلفل اسمر كده زي ما انتم شايفين، بتبقى الفلفل الاسمر بيبقى لايق جدا على البطاطس. شويه كمون كده بساط جدا. تمام. وحبه رشه 7 بهارات حلوه قوي، بتدي نكهه حلوه للبطاطس. طبعا الكزبره بتبقى حلوه قوي 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 طالما حطينا ثوم، بنحط رشه كزبره. تمام. رشه كزبره كده زي ما انتم شايفين. تمام. مش كتير يعني، حاجه بسيطه بحيث انها تغير طعمها. طبعا بقى هنزل بالصلصه الحمراء بتاعتي، صلصه مضروبه في الخلاط ومعصوره عاديه جدا، اي ست بتعملها، اي ست بيت بتعملها. دي كده اسرع صينيه بطاطس وطعمه جدا لو انت مستعجله او مرأة عامله زي حالتي كده وعايزه تعملي اكل حلو في نفس الوقت ايه سريع. طبعا الدبابيس بقى طبعا انا بعتمدها ايه، بسلقها عشان استفاد بالشوربه بتاعتها كده. طبعا انا سلقت الدبابيس دي ايه نص سلقه. تمام. وهبتدي بقى ارصها كده على الصينيه بتاعتي. طبعا ايضا الفرن مولعاه على درجه حراره عاليه قوي. تمام. وهنزل كده زي ما انتم شايفين بالدبابيس بتاعتي كده عشان اعمل احلى صينيه دبابيس بصينيه بالبطاطس في نفس الوقت سريعه وجميله وطعمها حلو. مش معنى ان انا اعمل حاجه سريعه يبقى انا حاجه طعمها مش هتطلع دي. هبتدي ارصهم كده. تمام. بسم الله كده. تمام. وهاخدها بقى على الفرن. ادي بس هزه للصينيه عشان كل الصوص يتغلغل فيه كده. ولو عندك بقى صلصه طماطم متسبكه فايده من بيتزا، عندك صلصه بيوريه، يا ريتك تعملي الحركه دي. بس الاول بس اديها رشه ملح وفلفل اسمر منعوش للفراخ. تاني رشه ملح وكمون. برضو 7 بهارات. دي المره دي على الفراخ مش على الصينيه، على الفراخ نفسها بس، مش هحط كزبره. طبعا بقى هدهن بقى الفراخ دي كده دهنه كده عشان تدي وش تحميره جميله كده، واحطها على الرف الاوسط على درجه حراره عاليه. في ثواني نص ساعه اكون خلصتي طاجن البطاطس بدبابيس الفراخ، وهتبقى احلى واطعم طاجن بطاطس بدبابيس الفراخ. حاجه كده طعمه لذيذه وسريعه لاي مرأة عامله. حتى لو ست بيت برضو الجو حر والوقت تتحرر في المطبخ بقت تزهق دلوقتي، درجه الحراره بقت عاليه قوي قوي السنه دي، ربنا يرحمنا ويعافينا. اخدهم افسحهم في الفرن نص ساعه. ده كان فيديو النهارده عن طاجن الدبابيس الفراخ بالبطاطس السريع كده. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. ده كان فيديو النهارده عن احلى صينيه طاجن دبابيس الفراخ، قدمناها مع شويه رز بشعريه وتمام التمام وكده. وعدى اليوم بقضي يومك بقى. يلا السلام عليكم. وقضي يومك بقى وباسهل الطريقه واحلى الاطعمه واحلى الطعم. السلام عليكم.